هولا بويناس، مساء الخير. ايه الاخبار؟ ازاي نسافر كوريا واليابان والفلبين تقريبا 30-35 الف جنيه؟ يلا بينا نشوف مع بعض ازاي نسافر البلاد دي كلها مع بعض، بالانتقالات بالاقامه بالطيران الداخلي كل حاجه. يلا بينا نشوف ازاي نسافر كوريا واليابان والفلبين. اولا ده الجزء الاول من الفيديو، هنشوف الاجزاء التانية وازاي نكمل. هنطلع من مطار القاهرة الى مانيلا في الفلبين، مش حاجة تانية، ودي هتبقى ارخص حاجة. الطيارة قدامكم بكل بساطة 11,000 جنيه. هننزل ترانزيت في البحرين، ناخد لفة حلوة جدا، هنروح بورتا برنسيسا او بورتو برنسيسا، وبعد كده هنروح سيبو. اللفة دي كلها الطيران بسيط جدا وسعره رخيص، ودي ارخص واسرع وسيلة مواصلات. طيارة ب 900 جنيه من مانيلا الى بورتو برنسيسا. بعد كده هنطلع الى سيبو كمان ب 549 جنيه. الاقامه بتبدا من اول 124 جنيه، ودي في مانيلا. ونفس الكلام بالنسبه لبورتو برنسيسا من اول 300 جنيه. وفي شواطئ خياليه في نيدو بالاوان، وهنروح موهو عن تجربه. الحاجات دي كلها ب 199 جنيه. الفيزا سهله جدا. انتظر الجزء الثاني ازاي هنطلع الى اليابان ونشوف هتكلفنا كام اليابان من الفلبين. ما تنسوش تعملوا منشن وشير لاصحابكم لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن الفلبين واليابان. وانتظروا الرحله القادمه، هعمل جروب قريب جدا، بس الفيديو ده مش جروب، الفيديو ده ليكم انتوا عشان تعملوه بنفسكم.